شايفين يا جماعه الجمال؟ الواحده بوحدتها كده يا جماعه، حاجه تحفه. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ يا نهار ابيض يا جماعه، يا نهار ابيض، بسم الله ما شاء الله، الله الله الله. هو ده الكلام يا جماعه. يلا ندوق مع بعض ونقول بسم الله. شايفين الورق العنب؟ بسم الله. محتاجين 4 حبات من البصل متوسطين الحجم، بنقطعهم بنفس الطريقه اللي حضراتكم شايفينها كده. ومحتاجين 4 معالق من الزيت، طبعا بننزل على النار كده لمده 5 دقايق بالبصل كده، نديله تشويحه يا جماعه. 1 كيلو من الطماطم، عاملين عصير طماطم زي ما انتم شايفين كده. طبعا بيتسبكوا معانا شويه. بنجهز التوابل بتاعتنا: 1 معلقه من النعناع كبيره، 1 معلقه من الفلفل الاسود، 1 معلقه من الملح كبيره، 1 معلقه من الكزبره، 1 معلقه من الكمون، 1 معلقه من القرفه كده يا جماعه. بنقطع الخضره بتاعتنا دي ونسيبها جنبنا كده زي ما انتم شايفين. عنب فريش زي ما انتم شايفين كده، غاسلينه وناعينه يا جماعه، حاجه تحفه كده. وشاطفينه شطفه كويسه. عندنا الميه بتغلي او ميه سخنه جامد، بننزل بيه كده بشويه من ورق العنب بتاعنا الجميل ده بالراحه كده. هياخد معانا 30 ثانيه. ليه؟ شوفوا اللون عامل ازاي يا جماعه، ورق عنب تحفه زي ما انتم شايفين كده. الصلصه بتاعتنا الجميله بقى والتتبيله بتاعتنا الجميله دي بقى، هننزل عليها بشويه خضره جمال كده، مشكل من الخضره كده، بقدونس، كزبره، شبت، شويه خضره جمال كده زيكم. هننزل بيهم كده بقى، وده اللي هيعلي التست معانا طبعا مع التوابل اللي احنا حطيناها، وهقول لكم عليها في اول تعليم ان شاء الله او في صندوق الوصف. هنقلب بقى الخضره بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين. الله على الروايح، الله. 1 كيلو من الرز مغسول يا جماعه، مغسول غسله كويسه 3-4 مرات، هننزل بيه كامل. بسم الله بسم الله. هنبدا نقلب الرز بقى مع الصلصه بتاعتنا والخضار بتاعنا ده عشان ناخد احلى تتبيله. بسم الله. لازم بقى ناخد التتبيله. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ هو ده الكلام. ناخد التتبيله بالشكل الجميل ده يا جماعه. بسم الله بقى. ده نبدا نلف المحشي بتاعنا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. هناخد معلقه من الحشوه بتاعتنا، حشوه المحشي، نحطها كده. وهنجيب واحده يمين كده يا جماعه، واحده شمال زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. نلف كده يا جماعه، هو ده الكلام. نلف كده، هو ده الكلام، عشان ناخد محشيه زي دي كده. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ نبدا نرص بالحله بتاعتنا كده. سر طعم المحشي الاصلي في الوصفه دي يا جماعه، تابعوا الفيديو بقى عشان تعرفوه. هننزل طبعا هنا بالشوربه، لو ما عندكمش شوربه زي ما انا عملت كده، ميه سخنه عليها معلقه كبيره من الفلفل الاسود، والتوابل بتاعتنا ملح، ومش هنضيف حاجه ثانيه. هنضيف الميه بتاعتنا اللي احنا مبهرينها ونقول بسم الله. ما ينفعش ننزل مباشره، لازم ننزل على طبق زي ده كده. بسم الله. هو ده الكلام. طبعا هنضيف على المحشي بتاعنا يا جماعه مكعب كبير من الزبده زي ما انتم شايفين كده، وهو على النار، واحنا لسه حاطينه على النار. ومكعب كبير كده من السمنه الفلاحي. شايفين سر ورق العنب؟ الواحده بوحدتها يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. تعملوا الكلام ده الجمال ده تحفه. بسم الله. شويه ورق عنب هيشرفوكي بالعزومه، هتعمليهم في البيت هيشرفوك قدام جوزك وحماتك. تحفه. هو ده الكلام. 10 من 10 ونجمه، والف هنا مقدما.